ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ميجالوبوليس. الفيلم ده بيدور في المستقبل. امريكا دلوقتي بقت اشبه بالحضاره الرومانيه القديمه، حتى دلوقتي بقى المدينه اسمها نيو روم. والقصه الاساسيه بتحكي عن سيزر كاتالينا اللي هو ادم درايفر. ده عالم مشهور جدا بيحاول ان هو يوصل للتطور، ان هو يطور المدينه والعالم اللي حواليه، وانه يوصل ليوتوبيا، عالم مثالي. وطبعا هيتطلب منه ان هو يهد مدن كامله عشان خاطر يقدر يوصل للهدف ده. وقصاده الميو سيسر اللي هو جان كارلو اسبوزيتو، ده يعتبر الشخص اللي بيمثل السياسه في الفيلم. ده عايز يسيب كل حاجه زي ما هي، برغم ان عامه الشعب هم الناس اللي بتعاني من الحاله اللي موجوده دلوقتي، بس هو عايز يسيب كل حاجه زي ما هي عشان الدنيا مستقره. وما بين الطرفين دول بنت الميور جوليا اللي هي ناثان ايمانويل، دي بتحاول توصل ما بين الطرفين وبتدور ما بينهم وما بين سيزر قصه حب ممكن تغير كل حاجه. انا كنت مستني الفيلم ده، وبالذات لما لقيت الاراء عليه سلبيه، لان يعني الفيلم اخراج فرانسيس فورد كوبولا، ويعني لو انت عارف افلام فرانسيس فورد كوبولا القديمه كلها، بالذات الحاجات المعروفه، يعني عندك جاد فاذر، ابوكاليبس ناو، وبرام ستوكرز دراكولا. الافلام دي اول ما نزلت برضه اتشتم فيها وناس كتير قعدت تقول مش حلوه، وظهروا بعدين الناس بدات تقدرهم اكتر بعدين. وانا كنت متخيل ان انا بصراحه واحد من الناس القليله اللي عجبهم الفيلم قوي، واطلع اقول ده فيلم اندر ريتد، ده فيلم مظلوم، ده فيلم مش مفهوم والكلام ده كله. بس مع الاسف بعد ما خلصت الفيلم، لا فعلا الفيلم مش حلو. فيلم يعني يستاهل كلام كتير قوي من اللي اتقال عليه، بس طبعا برضه ما يوصلش لحته فيلم سيء. يعني صعب انك تتخيل ان الفيلم ده هيبقى اسوء فيلم في السنه، لان الفيلم فيه طموح، فيلم فيه حاجات كتير مش هتقدر تنكرها في الفيلم ده. يعني اول حاجه اصلا كده وانت بتتفرج من الايجابيات، انت عارف ان ده فيلم لفرانسيس فورد كوبولا، انت شايف التاتش بتاعته، هتحس بالفيجن بتاعته على مدار الفيلم، تحس ان اللي عمل الفيلم ده فعلا هو ده نفس الشخص كان ورا حاجه زي ذا جاد فاذر او زي ابوكاليبس ناو او برام ستوكرز دراكولا. ومش بالك طبعا الفيلم ده يعني تحس هو بنفس المستوى، بس انت هتحس بالجو ده، هتحس فعلا دي نفس العقليه اللي عملت الافلام دي، نفس الفيجن ده اللي قدر يعمل الفيلم ده. الاجواء بالذات بتاعت الفيلم انا حسيت او في فترات مش قليله حسيت بيها قوي بجو دراكولا وابوكاليبس ناو. وفي مشاهد برده كده كانت بتدخلني او بتفكرني شويه اكتر بجاد فاذر. العالم نفسه كان تصميمه حلو جدا، وكان عاجبني قوي في العالم ده ان هو ببساطه تحسه عالم مستقبلي، بس في نفس الوقت تحسوش ان هو حاجه متقدمه بزياده، تحس ان الموضوع مش بعيد قوي كده. ده في حد ذاته كان مخلي الموضوع ريليتابل اكتر، مخليك انت متخيل الموضوع اكتر، لان فعلا تحس ان انت قريب شويه من اللي انت بتشوفه في الفيلم. وخدوا بالكم الفيلم ده كله انتاجيا هو فرانسيس فورد كوبولا هو اللي عامل الفيلم ده، يعني هو اللي صارف عليه انتاجيا، هو اللي ممول الفيلم ده. الفيلم ده كان تكلفته بقى 120 مليون دولار، هو اللي عاملهم، هو اللي جايبهم من عنده، ما كانش في شركه انتاج اصلا. وانت هتحس بالفلوس دي، هتحس بوجود الفلوس دي. التمثيل كان كويس على مدار الفيلم. ادم درايفر كان عامل دور غريب شويه، ويمكن ده الدور اللي انت تحس ان هو مش فاهم هو بيعمل كده ليه، بس هو ده مش عيب تمثيل منه، هو الدور كان مطلوب منه انه يعمل كده. ولو عايز صوره اقرب للدور بتاعه، الفيلم ده لما كان هيتعمل ايام التسعينات كان من مرشح لبطوله الدور ده كان نيكولاس كيج. فلو انت بقى عارف اداء نيكولاس كيج بيكون عامل ازاي، فانت نوعا ما يعني انت كده خدت فكره عن اداء ادم درايفر في الفيلم ده. الفيلم ده فرانسيس فورد كوبولا كان بيتكلم عليه من ايام السبعينات، كان عايز يعمله من ايام السبعينات، من ايام ما كان بيحضر الفيلم ابوكاليبس ناو، وحصلت مشاكل واتاجل ورجع تاني يحضره في التسعينات واتاجل تاني عشان ما بقاش فيه اي استوديو عايز يعمل الفيلم ده، يعني يمول الفيلم ده، لحد ما رجع تاني في 2019 وقرر ان هو يعمله بنفسه. فالفيلم ده فعلا هو الباشن بروجكت بتاع فرانسيس فورد كوبولا، انت هتحس فعلا هو كان حاطط كل حاجه في الفيلم ده، ودي حاجه اللي شويه ده في القصه. بس نكمل على التمثيل. باقي الممثلين كانوا كويسين، ما كانش في حاجه لا قويه قوي ولا يعني منخفضه قوي. بس من احسن اداء في الفيلم كان اداء جون فويت، ده برده كان يعني ممثل ما شفتوش بقاله فتره، ولان هو حاليا واحد من الناس اللي من الممثلين اللي الميديا غضبان عليهم، وده كان نوعا ما سبب من الاسباب اللي فرانسيس فورد كوبولا اختاروا الفيلم ده. وبرده عندك شيا لابوف، ده برده واحد ما شفناهوش بقالنا كتير، برده نفس الكلام، الميديا غضبان عليه وما بيطلبش اصلا، ما بيطلعش في اعمال اصلا، اللي يمكن شويه اعمال مستقله، انما ما بيطلعش في اعمال جماهيريه خالص. وده بالذات اللي كان دوره عاجبني جدا، لان حسيت فعلا دور مختلف عليه، ومن اكتر الشخصيات اللي حسيت فعلا ان كان الدافع بتاعها مفهوم من اول لاخر الفيلم. واحسن اداء في الفيلم ده يعتبر اداء اودري بلازا، هي دي كانت احسن حد بيمثل في الفيلم ده، واكتر اداء عجبني. وبرده من الشخصيات برده اللي انت فاهم دوافعها كويس، وانت عارف كل اللي حصل معاه من البدايه لحد نهايتها. وطبعا برده حاجات تكنيكال كانت معموله بشكل حلو، التصوير كان حلو جدا، واكيد مش مستني، ولكن كان في كادرات حلوه قوي، وممكن تكون كادرات ليها دبل مينينج وكل ده، وتحس ان الفيلم بيميل سنه لحته الجو الفيلم الارتستيك اكتر، وده يعني اساسي عشان فرانسيس فورد كوبولا اللي عمل الفيلم ده يعني. ومن هنا بقى نتكلم عن القصه، ومن الاخر ليه الفيلم كده ليه الفيلم مش حلو، برغم ان في حاجات فعلا موجوده هتحس بيها ان الفيلم ده كان ممكن يبقى حاجه عظيمه جدا. بالاخر كده يعني اسهل وصف، الفيلم مليان قوي ومتروس، وفي حاجات كتير قوي الفيلم عايز يقولها، وفي نفس الوقت تحس ان التنفيذ ما كانش بقد الحاجات الفيلم كان عايز يقولها دي كلها. انت عندك القصه الرئيسيه، الصراع الرئيسي ما بين العالم المجنون والشخص السياسي اللي عايز يسيب كل حاجه زي ما هي من الاخر، لان الدنيا كده مستقره وهو مرتاح في الحاله دي، لان طبعا بسبب الحاله دي الشخص اللي بيمثل السياسه هو بيكسب،
وفي نفس الوقت الدنيا مستقره، والعالم المجنون اللي نفسه ان هو يطور الدنيا اللي حواليه، بيسال اسئله جريئه محدش بيسالها، عايز يشوف المستقبل، مش مهتم دلوقتي قد ما هو عايز يركز اكتر على المستقبل. وقصه الحب دي لوحدها يعني بنت الراجل السياسي اللي بتحاول انها توصل ما بين طرفين، دي في حد ذاتها قصه حلوه جدا. الصراع نفسه ما بين التقدم اللي هيخاطر بالاستقرار الموجود دلوقتي والسياسه اللي سايبه كل حاجه زي ما حتى لو في ناس بتتاذي بسبب الموضوع ده في حد ذاته صراحه حلو جدا. ولو كان الفيلم ركز بس على النقطه دي كان هيبقى حلو قوي، كان ممكن فعلا تشوف ملحمه خيال علمي او ملحمه بتدور في المستقبل، فعلا كانت هتبقى عظيمه. بس لا، الدنيا لسه مدروسه. انت عندك شيا لابوف اللي هو ابن عم ادم درايفر في الفيلم، وده غيران منه في نفس الوقت معاه في السلطه ونفسه ان هو يأذيه ويهد فكره المشروع بتاعه وعايز يعمله ده خالص. وطبعا بنشوف الخطه اللي بيبدا ينفذها على مدار الفيلم. وانا بشوف الفيلم في الاول كنت بقول هم ليه ما دمجوش الشخصيه دي مع شخصيه جان كارلو اسبوزيتو من الاول اللي هو المايور، وكنت حاسس ان كانوا دمجوا الاثنين دول مع بعض كانت هتبقى احلى، كان هيبقى التركيز مركز اكتر على الشخصيتين الاساسيتين بتوعنا والصراع الرئيسي اللي ما بينهم، وكان الفيلم ما كانش هيبقى مليان او كده. بس يعني ونوعا ما انا بتفرج فهمت ان هو فرانسيس فورد كوبولا ما كانش عايز يطلع حد الفيلن في الفيلم من الشخصيات الرئيسيه ما بين سيزر وسيزر، تحس ان هو يعني ما كانش عايز يطلع حد الفيلن في الاخر. ده واحد عنده دوافعه ان هو عايز يحرك الدنيا لقدام، والتاني عنده دوافعه ان هو غير برضه ان هو مرتاح ان الدنيا دلوقتي مستقره حتى لو في الاخر يعني وكلها لمصلحته الشخصيه، بس في نفس الوقت هو عايز يحافظ على استقرار الدنيا حواليه في الوقت الحالي. وهنا فعلا ظهرت قوه الفيلم او اللي كان بيحاول يوصله الفيلم، ان فعلا الفيلم كان بيطرح اسئله قويه وصراعات هتشوف يعني انت ممكن تتخيل انت تشوف حاجه شبه كده في المستقبل، في نفس الوقت من غير ما يطلع لك حد فيلن وحد طيب. لا، انت هو كان تحس ان فرانسيس فورد كوبولا بيعرض لك المنظور العام وانت اللي بتقرر مين الصح ومين الغلط. غير طبعا بقى الفيلنز اللي انت عارفهم في الفيلم زي شيا لابوف مثلا، وازاي ده خطته بتضر الدنيا اكتر، ودي اللي بيتهدد الاستقرار العام اصلا الموجود دلوقتي. بس لا، هو الموضوع ما خلصش على كده، انت لسه عندك شخصيه اودري بلازا اللي هي دي تعتبر بتمثل الميديا في الوقت ده، ودي اللي بتدخل جوه العيله بتاعت كاتيلينا عشان هم دول يعتبر اغنى ناس في البلد وهي طمعانه في الثروه بتاعتهم. ودي بقى فعلا اكتر شخصيه انا كنت حاسس موجوده في الفيلم لو كانت اتشالت مش هتاثر في حاجه، او لو على الاقل ما كانتش خدت الوقت اللي خدته ده كله. واللي يضحك في الموضوع ده ان دي فعلا احسن اداه تمثيل في الفيلم بالنسبه لي، ودي اكتر شخصيه تحس ان القطه بتاعتها التطورات اللي حصلت لها مقنعه، وتحس انها خدت وقت اكتر من ناس تانيه كتير يمكن لانها كانت ابسط قصه فيهم. بس فعلا دي لو انت شلتها وكنت اعتمدت على شيا لابوف لوحده، وان هو ده اللي بيمثل الطمع من الاخر يعني اللي طمعان في الفلوس والسلطه، ما كنتش محتاجها. هي وجودها مفهوم ان هي دي الشخص اللي بتمثل الميديا، وانت عندك كل شخص بيمثل حاجه. جون فويد بيمثل الفلوس، جان كارلو اسبوزيتو بيمثل السياسه، ادم درايفر بيمثل العلم والتطور، شيا لابوف بيمثل الطمع، والمفروض ان اودري بلازا دي بتمثل الميديا. وهنا في نفس الوقت هي دي فكره الفيلم اللي فيها ميزه وعيب في نفس الوقت، ان انت تحس ان هنا فرانسيس فورد كوبولا ما كانش بيحاول يقول حاجه معينه قد ما كان بيحاول يحط لك عالم كامل بتفاصيل شامله بزياده في فيلم 9 ساعتين وتلت، ويطلع لك منه كل رساله ممكن تطلع خاصه بالعالم ده، كل شخص بيمثل حاجه معينه، فانت تحس ان كل ده بيحكي لك الحياه كلها تبقى عامله ازاي في الوقت ده من وجهه نظر على الاقل. المشكله ان في حاجات كتير قوي من دي ما وصلتش اصلا بشكل حلو. يعني ليه انا بقول ان شخصيه اودري بلازا دي كانت ممكن تتشال برغم ان انا فاهم هي موجوده ليه؟ هي كحد بيمثل الميديا انت ما شفتش اي حاجه هي عملتها ليها علاقه بالميديا، يعني هي ما استغلتش الميديا في انها توصل لاي حاجه على مدار الفيلم. هي واحده طماعه، واحده نصابه ناصحه طماعه، فوجودها لو شلته ما كانش هيفرق في القصه، لان لو هي بتمثل الميديا فالميديا ما اثرتش في الموضوع لحد دلوقتي. الميديا ما تعتبرش انها اثرت في القصه، ولو حتى ظهر اثر الميديا في القصه عن مدار الفيلم فما كانتش بسببها، هي ما لعبتش دور في الحته دي. بس تعالى بقى كده نرجع للحبكه الرئيسيه. انا عامل مشترك بقى ما بين كل دول، ما بين الصراعات اللي انت بتشوفها دي كلها عامه الشعب، ودي برضو حاجه انا استغربتها جدا. عامه الشعب هم اللي بيتاذوا من اللي بيحصل ده، هم اللي هيقدروا من اللي بيحصل ده، ونوعا ما تحس انهم بيحاولوا يوصلوا ان عامه الشعب هم السبب في اللي بيحصل ده، او هم جزء من اللي بيحصل ده. لان ببساطه انت بتشوف قد ايه الناس دي مستاهله قوي ان انت تضحك عليهم، مستاهله قوي تقدر تسيطر عليهم وتبين لهم حاجات حتى لو دي مش حقيقيه، وهتعرف في الاخر تاخدهم على عقلهم وتضمهم لصفك. وتخيل انت بقى في فيلم المفروض بالشماليه دي كلها ما شفناش شخص واحد بيمثل عامه الشعب دول، شخص واحد. الفيلم ده مليان ومتروس ممثلين واسامي تقيله قديمه واسامي تقيله جديده. تخيل داستن هوفمان طلع في الفيلم ده في مشهدين، ولو انت مركزتش في وجوده قوي، يعني لو انت اتفرجت كده من غير ما تركز ان ده داستن هوفمان مش هتاخد بالك ان هو كان موجود، ان هو بيظهر وبيختفي وهتنساه اصلا. فبعد كل ده ما فيش ولا شخص يمثل عامة الشعب اللي هم المفروض ان هم بيلعبوا دور مهم جدا اصلا، حتى لو هم ما بيظهروش بما فيه الكفايه، يعني حتى لو هم نوعا ما موجودين في الباك جراوند، حتى لو هم عموما ما لهمش دور كبير،
بس انت شفت الشخص واحد يمثل الناس دي برغم ان هم بيلعبوا دور كبير جدا. هم دول بيحرقوا، هم دول نوعا ما اللي بسببهم الاحداث بتتقدم، او ده كان نوعا ما الفيلم عايز يوصله، تحسه بالشكل ده يعني. وهنا بقى ظهر فعلا ليه الفيلم مش حلو. الفيلم بيحاول يحكي حاجات كتير جدا، وما كانش دي مشكله الفيلم. انا ما كانش عندي مانع ان الفيلم بيحاول يحكي حاجات كتير جدا، وان الفيلم بيحاول يحاكي عالم شامل والكلام ده كله. المشكله ان القصص دي ما بتوصلش لاي نتيجه، وتطوراتها غير منطقيه، مش حلوه بالمره. تحس انت دخلت في فوضى، القصه مش منظمه اصلا، مفيش ترتيب واضح للاحداث. مش بس عشان مفيش وقت كافي للاحداث دي كلها، للقصص دي كلها انها تتطور بشكل صح، بس ببساطه يعني مفيش حاجه بتحصل. انت بتقعد لحد اخر الفيلم ويمكن لحد نص الفيلم، ويمكن هنا كانت الفيلم فعلا كان باين فيه معاني من الفيلم الحلو، لان هنا كان الصراع واضح اكتر. هنا الدنيا ما ازدحمتش قوي، كان الصراع واضح كان ما بين ادم درايفر وجانكارلو اسبوسيتو، وكان الموضوع ماشي بشكل سلس كويس، بس برضه مش بيحصل حاجه. والصراع ده على مدار الفيلم ما حسيتش ان في تطور قوي حصل، ما تحسش ان في ذروه حصلت للموضوع. في مشهد درامي حصل ما بينهم في تلت الفيلم الاخير، ومن غير حرق خالص، بس يعني المشهد ده ما كانش مبني له بشكل اقوى حاجه. يعني في كذا حاجه بتحصل في النص، فانت ملهي ما بين القصه دي والقصه دي والقصه دي، وزي ما بدك تحس انت داخل في فوضى. فالمشهد نفسه حلو والتمثيل فيه كان حلو، والمفروض انه طالع مشهد درامي مؤثر يعني. المشهد ده بعدها بربع ساعه بالظبط بتكتشف انه ملوش اي لازمه. المفروض الايقاع الدرامي او النتيجه الدراميه اللي نتجت عن المشهد ده اختفت بالظبط بقى عندها بربع ساعه، وما بتحسش ان في اي ذروه بتحصل في القصه دي اللي هو الصراع الرئيسي. مع ان الحبكه الدراميه كانت قويه جدا، فكره قصه الحب والصراع ما بين العلم والسياسه دي كانت ممكن يطلع منها حاجه اعلى من كده بكتير. كفايه المشهد ده لوحده، المشهد ده انت بس مجرد ما بتشوفه مشهد درامي لما كان ده بتشوف قد ايه ان الفيلم ده يعني. هنا بقى انت فعلا بتشوف الامكانيات اللي ضاعت، لو قد ايه الفيلم ده فعلا كان ممكن يبقى في حته ثانيه خالص. ونفس الكلام في باقي القصص يعني. نص الفيلم الثاني، هو نص الفيلم الثاني هو اللي كان فيه مشكله، هو نص الفيلم الثاني تحس ان الفوضى فيه زادت بزياده. شخصيه شيا لابوف دي بتظهر فجاه وبتختفي فجاه، بيظهر لها دور تاني، بتشوف ان هو بيبدا في خطه معينه، بعد كده بتلاقي الموضوع ركن. بعد كده اودري بلازا دي بتظهر تاني، وبتظهر بخطتها الاكبر في الثلث الاخير من الفيلم. في فوضى كبيره، والموضوع مش محكوم بالمره. وهنا تحس ان الفيلم مليان قوي وفي نفس الوقت فاضي بزياده، لان مفيش حاجه بتحصل لحد يعني فتره. مفيش حاجه كتير بتحصل، يعني مجرد حوارات وتساؤلات بس، مفيش حدث بتحصل، مفيش حاجه بتطور الاحداث اللي بتحصل دي، مفيش تطورات بتحصل الاحداث دي. والتطورات لما بتيجي تلاقي فجاه في حاجات حصلت كده مره واحده. يعني انا حتى كنت عايز اقول ان الفيلم مدته ساعتين وتلت، فالمده تحس انها قليله، ويمكن فعلا كنت السبب. يعني وانت بتتفرج على الفيلم ده كان محتاج على الاقل يكون 3 ساعات، ويمكن كمان 3 ساعات ونص تبقى يعني تبدا تكفي اللي كان الفيلم بيحاول يعمله. بس حتى على مدار الساعتين وتلت انا شايف الساعتين وتلت دول كان ممكن يتم ادارتهم بشكل احلى من كده. يعني انت هنا حتى مش في حته ان المده قليله فالفيلم اتكروت، لا، هو الفيلم مش متكروت، هو الفيلم بيروح من غير اتجاه واضح. وكل ده بقى على قد ممكن مضايقني وانا بتفرج. انا كنت تمام، انا فاهم الفيلم بيحاول يعمله، وانا وشايف الطموح الكبير اللي في الفيلم، حتى لو التنفيذ ما كانش احلى حاجه فبرضه ما يعني مش سيء. يعني ما تقدرش تقول برضه التنفيذ كان سيء، وانت يعني ستيل يعني ما تقدرش ان انت ما تقدرش الطموح اللي موجود في الفيلم. فكره ان الفيلم بيحاول يحاكي عالم كامل بتفاصيل كتير قوي كده، وبرضه ان هو يحط لك كل ده في مده ساعتين وتلت، برضه مده تعتبر قصيره بالنسبه اللي بيحصل ده، ومفهومه في نفس الوقت. يعني برضه صعب ان انت تتخيل الفيلم مدته 3 ساعات ونص كان هيتم عرضه في السينمات والكلام ده. دي خناقات استوديوهات بالهبل اصلا، ان الفيلم ده 3 ساعات ونص ولا 3 ساعات ما كانش هينزل في السينمات بالذات في الوقت الحالي. يعني مش ناس كتير قوي دلوقتي بتحب تتفرج على الافلام دي، فنوعا ما ده كان مفهوم. ولا حتى كانت مشكلتي ان القصص ما كانتش محكيه مكمله بشكل حلو، ولا حتى الزحمه. ماشي، انا كنت فاهم اللي بيحصل، او لو خلاص فاهم ممكن عايز يقول ايه. وعلى فكره الموضوع مش صعب يعني. هو الناس اللي بتقول فيلم صعب، هو الفيلم مش صعب عشان خاطر مثلا فيلم معقد محتاج تركيز كتير، لا، هو فيلم صعب عشان الزحمه اللي فيه واللي تحسها فضا في نفس الوقت. بس مش عشان الفيلم صعب او محتاج تركيز كبير قوي عشان تفهم، لا، هو عشان في حاجات كتير قوي بتتقال وتحس ان النقاش ما بيكملش لاخره. بس كل ده انا كنت يعني شغال، وكنت هنا ممكن اقول لك ان انا كنت من الماينورتي، الناس اللي نوعا ما مش عارف انا حبيت الفيلم، بس كنت على الاقل ما كرهتوش، كنت لسه يلا ما نشوف الاحسن قدام لحد النهايه. اكتر نهايه انتي كلايماكتيك لفيلم بالحجم ده ممكن تشوفها في حياتك. الحل جه بطريقه غير مقنعه بالمره بالنسبه اللي كان بيحصل على مدار الفيلم. سيبك من النهايه نفسها، يعني ممكن بقى، مع ان برضه النهايه نفسها ممكن نتكلم عنها ونقول انها ما كانتش قد كده، لان النهايه من كتر ما متوقعه، انت ما كنتش متوقع نهايه زي دي لفيلم زي ده، لفيلم بالحجم ده. الفيلم بيحاول يقول الكلام الكبير اللي بيحاول يوصله ده. بس حتى سيبك من كده، يعني خلاص دي فيجن مخرج ماشي، انت ما بنيتليش بما فيه كفايه النهايه دي. والحل كان، لا، الحل جه بطريقه رخيصه قوي قوي قوي. هنا فعلا انا كنت خلاص قفلت من الفيلم. يعني انا لما وصلت للحل اللي حصل، لا، انا كده قفلت من الفيلم.
هنا بقى فعلا اقدر اقول لك هنا بدات فعلا اكون من كارهين الفيلم اكتر. وفي حاجه برضه كده يعني انا ما فهمتهاش بصراحه، يعني انا عايز لو حد شاف الفيلم ده وفهمها يفهمني كان ايه الغرض منها. ادم درايفر كان طالع في الفيلم عنده قدره خارقه، ودي نوعا ما لعب الدور في بدايه الفيلم عشان يظهر علاقه الحب اللي ظهرت. بس حد يعني من اللي شاف الفيلم فهم الموضوع ده كان فايدته ايه من الاخر؟ يعني هل قصه الحب دي ما كانتش ممكن تيجي بطريقه اسهل من موضوع القدره الغريبه دي اللي انت ما انتش فاهم، او انا يعني على الاقل ما فهمتش ايه الغرض منها او كانت بتمثل ايه في الفيلم؟ يعني هل دي كانت علاقه بالدبل مينينج؟ يعني انا بصراحه ما جمعتهاش. فانا عايز حد يفهمني دي يعني انا عايز حد لو فهمها يقول اثرت في ايه في الفيلم، اثرت في ايه في المعنى. يعني شايف الفيلم كله كان ممكن يتحرك من غير حته القدره دي وبرده كنت هتفهم كل حاجه. ودي برده حاجه ثانيه من حاجات الزحمه اللي في الفيلم والحاجات الرسائل اللي بتتحط والمعاني اللي بتتحط من غير ما تكمل. في النهايه فيلم ميجالوبوليس هو فيلم كان عنده طموح كبير جدا وفيلم فيه فيجن. يعني انت هتشوف فعلا ان ده حد فيجنري اللي عمل الفيلم ده، وفي افكار حلوه جدا وفي تساؤلات حلوه جدا. اصلا فكره ان امريكا دلوقتي بقت نيو روم وان هم نوعا ما بتشوف امثله او يعني بتشوف حاجات شبه الحضاره الرومانيه موجوده دلوقتي، دي في حد ذاتها الفكره حلوه جدا وليها معاني قويه جدا. بس ما تحسش ان الفيلم ده بيدخل جوه الحبكه دي بما فيه الكفايه عشان خاطر تطلع بحبكه محترمه. ما تحسش ان الفيلم بيتعمق جوه التساؤلات والثيمز اللي بيحاول يوصلها. ثيمز موجوده، ثيمز قويه جدا. فيلم بيحاول يحاكي عالم شامل وده الطموح اللي انت هتحسه في الفيلم، ودي الحته اللي فعلا هتخليك على طالع من الفيلم وانت ما كرهتوش قوي. يعني هتقدر اللي الفيلم كان بيحاول يعمله. بس النتيجه لا، مش مقنعه خالص. وفي النهايه حد الفيلم ده 5 من 10. بصراحه يعني انا اتفاجئت نوعا ما اديت الفيلم التقييم زي ده. انا من الناس اللي بحب الافلام اللي في ناس كتير بتشتم فيها. يعني انا لما بلاقي فيلم كونتروفيرشال قوي كده انا بحس ان انا بكون من الماينورتي اللي شايفين الفيلم حلو، واللي يطلع يقول لك يحلل لك الفيلم ويقول لك ده معناه كذا وده معناه كذا. والفكره ان الفيلم ده موجود فيه التحاليل دي والتحاليل دي مفهومه. يعني هو الفيلم على فكره مش محتاج حد يقعد يحلل وبتاع، الكلام موجود بشكل سهل لاي حد انه يفهمه. بس لا، يعني التنفيذ فعلا كان مش حلو، خصوصا ان الفيلم ده يعني زي ما قلت لك فرانسيس فورد كوبولا هو عامله بنفسه، هو اللي مول الفيلم ده بنفسه. فانا كنت عمري متخيل الفيلم ده ممكن يكون الكامباك بتاعته، ان هو اختفى بقاله فتره طويله وكان بيعمل افلام مش قد كده. ومش حاجه، انا برضه كنت مستني جاد فاذر الثاني مثلا والابوكاليبس ناو، بس على الاقل كنت متوقع ان ممكن اشوف ملحمه، او حتى لو مش ملحمه كنت مستني اشوف حاجه اللي هو ممكن فعلا اللي هي ممكن تشوفها تلاقي فعلا في ناس مش فاهماها بس انت فاهمها او فاهم هي ليه حلوه، حاجه مياله للجو الارتستيك اكتر. وده موجود، يعني هو الفيلم فعلا فيلم ارتستيك هتحس بالكلام ده، بس ستيل برضه التنفيذ مش حلو. يعني انا من الحاجات اللي استغربتها وانا كنت بشوف اراء الناس ان في ناس بتقول لك الفيلم ده مش حلو دلوقتي بس هيكون كالت كلاسيك بعد شويه، يعني كمان 10 20 سنه الفيلم ده هيبقى حاجه قويه جدا. ما تعرفش ممكن زي ما قلت لك الحوار ده حصل تقريبا في الافلام المشهوره جدا لفرانسيس فورد كوبولا. من جاد فاذر اتشتم اول ما نزل، جاد فاذر ما عجبش الناس اول ما نزل. ابوكاليبس ناو كمان تسبب في افلاس فرانسيس فورد كوبولا لانه ما كانش في استوديو عايز يتعامل معاه بعدين. الفيلم ده فشل في الايرادات وقتها، والافلام دلوقتي كلها يعني ليها قيمه كبيره جدا. بس وانا بتفرج انا مش قادر اوصل اول فكره ليه ممكن الفيلم ده قدام يبقى حاجه قويه، ليه الناس وجهه نظرها من الفيلم ده هتتغير. يعني الافلام اللي فاتت دي كان في الناس معترضه على الطريقه اللي الفيلم اتحكى بيها مثلا، لان كانت حاجات جديده وقتها، كانت حاجات مختلفه عن المألوف، ودي طبعا تحسب للمخرج انه عنده فيجن والكلام ده كله. او مثلا فيلم مش مفهوم او لا، هنا الفيلم مفهوم، هنا انت فاهم اللي بيحصل في الفيلم، هنا انت فاهم طريقه الحكي، هنا الموضوع مش جديد. لا، وهنا عيوب ان الاحداث مش بقوه المواضيع اللي الفيلم بيحاول يناقشها. فمش قادر افهم الصراحه الفيلم ده قدام ممكن يتم تقديره اكتر من كده. يعني انا متوقع لو حاجه حصلت قدام بقى في المستقبل ان تلاقي فعلا بقى في تشابهات قوي ما بين العالم اللي احنا فيه والفيلم، هيتم تقديره اكتر. بس مش متخيل برضه ان هو يوصل لمستوى زي جاد فاذر مثلا او ابوكاليبس ناو. لا يعني انا شايف الفيلم فيه عيوب مالهاش علاقه بحته ان الفيلم ده مش مفهوم دلوقتي وممكن يتفهم اكتر قدام والكلام ده كله. وبرده هنشوف ان شاء الله بقى كمان 10 ولا 20 سنه ولا حاجه. وبمناسبه بقى ان الفيلم قدام ممكن يبقى ليه تقدير اكتر والكلام ده كله، هل حد حس كده زي ان نوعا ما شخصيه ادم درايفر في الفيلم ده بتحاكي فرانسيس فورد كوبولا ذات نفسه؟ مش عارف، حسيت الموضوع ده كده شويه على مدار الفيلم. ان فرانسيس فورد كوبولا افلامه من نوع الافلام اللي كانت بتبقى اهيد اوف اتس تايم، افلام كانت بتبقى بتفشل في وقتها بس بيتم تقديرها بعدين. وشخصيه ادم درايفر كان واحد بيبص للمستقبل، بيبص لقدام. في نفس الوقت الناس كانت بتكرهه بسبب الموضوع ده. هو كان واحد مش فارق معاه الوقت الحالي ده، ممكن فارق معاه المستقبل. فهل فعلا حد شاف الحته دي؟ هل فعلا حد حس كأن فرانسيس فورد كوبولا بيوصل رساله من كراش الشخصيه دي، ان هو نوعا ما بيقول لهم كده الحاجات دي انت هتشوفوا قيمتها قدام اكتر، زي كده ما كان بيحصل في باقي افلامه مثلا، وان هو الشخص الفيجينيري اللي بيكون سابق اوانه من الاخر يعني؟ ولا دي كده كانت مجرد فزلكه مني؟ اكتبوا لي برضه كده في الكومنتات في الحته دي بالذات. وبس كده كلام كله على فيلم ميجالوبوليس. انتوا شفتوا فيلم لسه شفتوه؟ اكتبوا في الكومنتات، وما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا لكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.